عدنا والعود أحمد. بشار الأسد كان حاضرا في القمة العربية، ولا أدري من استدعاه يعني. ففي رقبته دم الشهداء، وعكر نظام العدل في بلده، وحضر يتبجح بحجة أن لفقت للبلد سوريا مؤامرة. وما دورك كرئيس؟ تحمي الأرض، أنت قسمت القسم أن تعدل، فمكانك غير مناسب. والدليل اشتعلت النيران في الحرب أكثر من 12 سنة، وصار التهجير والقمع والقتل والرمي بالكيماوي، والأطفال الذين ماتوا، والحبالة، ومصائب الجيش الذي تحرش بالنساء وبالأعراض. فلا شرف لك ولا انتماء إسلامي عقائدي حر. فاحكموا بالعدل والقسطاس، وليس هكذا فوضى. ومن عجائب بشار أنه خطب في الجامعة العربية وهو ليس له دماء العروبة والعدل. المتشردين بالملايين، وأصلا تنازل على سوريا للروس وإيران وتركيا وأمريكا. يا ويلكم يا ويلكم، دم الشهداء ما زال ينبض ويرفرف، والله عادل أكيد. وأيضا ماذا هو سيستفيد بهذا كله؟ وما زالت أنفاسه الشريرة، حتى أنه يريد أن يكون على الدوام كالسيف على رقاب المفكرين والسياسيين الأحرار، كالحقوقيين، كالمراسلين في اللي هم في الصحافة. استبعدوا وزجروا في السجون بالآلاف، والنتيجة هاجروا عبر البلدان العربية والأجنبية، ويعيشون لاجئين سياسيين. حتى أنه في القمة العربية لم يصدق نفسه أنه أمام المنبر ويخطب. الله يتقيأ الإنسان من خطابات الرديئة الجوفاء التي تريد أن تؤكد دعمهم للغرب. ففي الاجتماع القمة العربية التي ليس لها معنى كلمة عربية، أو الفاهم يفهم، حبكت على أنها سلطت على الدولة السورية لبشار مباشرة. حبكت المؤامرة. يا للعجب. ملخص: فشبيه الشيء منجذب إليه. من المفروض حكام العرب حكموه واستوقفوه وعزلوه. يا رب لك الأمر، يا رب لك الأمر كله. ننتظر عدالة السماء. استودعتكم الله التي لن تضيع ودائعه. أحبكم في الله.